السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ بجد وحشني كتير. ان شاء الله مش هنقطع عنكم تاني، ظروف ان شاء الله مش هترجع تاني. طبعا انا عملت الغالية للغاليين وبس. مفيش اغلى من ولادك اللي تعمل لهم الحلو كله. كمان انا فكرتهم بالعيد ودي احلى حاجة. عندي حلة على النار هحط فيها مادة دهنية، اللي يعجب، كل عنده سمنة بلدي يحط، اللي عنده زيت يحط، كل واحد على قد امكانياته. هابتدي احط الزيت يكون سخن جامد، او الماده الدهنيه سخنه جامد، والحله كمان. وابتدي ان انا احط اللحمه واقلب بقى. بصوا هتاكلوا احلى لحمه. مفيش بصل، البصل غالي، يعني الواحد البصل يعني الحمد لله. فانا عندي طماطم وفلفل وتوم، التوم ده اداله طعم تاني خالص، وميه بتغلي وهحطها. شفتوا لون الشوربه من قبل ما احط حتى اي حاجه. هسيبها تغلي، طبعا هحط لها ملح وفلفل وتوابل في الاخر خالص، يعني مش هحط ولا قرار لو حبهان، كل واحد بقى بيمشي باللي بيحبه. الرز بقى هنفتح الرز. هقول لكم على تركايه حلوه قوي، طبعا لازم يكون الزيت الحله سخنه وتبتدي تقلبي فيها. التركايه هي شويه الفلفل الاسود دول هيفرقوا معاها تماما. والله انا كلت الرز الابيض دوت من غير فلفل، وكلته بالفلفل الاسود. ليه طعم تاني مختلف تماما، ادى للفتة طعم جميل. بتحطي الشوربه، بتظبطي الشوربه ملح، وبتظبطيها كمان المقدار بتاع الرز. طبعا في ناس ما بتحبش الشوربه، اللي يعجبكم، بس انا رايي الشوربه. وكنت عاوزه اقول لكم بقى حاجه على البوتاجاز، بس الاول نعمل حاجه زي ما انتم شايفين كده. هبتدي احط الزيت وهبتدي بقى اعمل التسبيكه. تمام. عندي بصلايه يتيمه اهي. تمام. هبتدي احمر البصله. بصوا بقى هنا برضو في الدقه بتاعت او التسبيكه بتاعت الفته. في ناس ما بتعملش زيي، ولكن انا بعملها بطريقه بتخلي طعم الفته تروح في عالم تاني خالص. هبتدي ان انا احمرها واحط الملح واحط التوابل، اللي هي الفلفل الاسود والكزبره وذره كمون. بصوا فلفل اسود، وتقريبا مش هحط كمون. مهم. وكزبره. الكزبره دي هي روح التقليه، اعملوا حسابكم. عاوزين تعملوا كبدة، عاوزين تعملوا أي أكلة بجد بجد. خلي بالكوا إن الكزبرة بتدي طعم حلو جدا. تمام. أنا هعمل ايه دلوقتي؟ بصوا بقى. هي هتبتدي هقلبها وهتبتدي إن هي تصفر. طيب ايه التركاية؟ احط ايه؟ معلقة خل عادي يا إيمي، كلنا بنحط خل. لا، أنا هقول لكم ايه التركاية الأحلى للموضوع ده. شفتوا؟ بصوا، معلقة السكر اللي هي معلقة شاي سكر، عارفين دي هتودي التسبيكة لطعم تاني مختلف. ما احنا بنحط على الطماطم، بس انا مش هحط على الطماطم، انا هحط على الخل الاول. الخل هيتفاعل مع السكر وهيدي طعم حلو قوي للطماطم. تمام. حطيت التسبيكه تتسبك وهسيبها تتسبك على النار. وتعالوا نشوفوا هنعمل ايه. كمان هعمل لكم اللحمه اللي هي سلقت دي بطريقه حلوه جدا هتعجبكم جدا. هحمر عيش الاول. هكون قص عيش، عندك المقص عايزه تحطيه في الفرنه اللي يعجبكم. انا مكانش عندي الوقت اني انا هستنى الفرنه، فانا قليت شويه العيش. طبعا انتوا كلنا عارفين بنقلي العيش ازاي. يا سلام بقى لو هو محطوط له شويه توم ومحطوط في الفرن مع حته زبده، كان هيبقى طعم تاني خالص. ولكن انا مش عندي كان وقت عشان الاولاد جعانين، وانتوا عارفين ان يوم الجمعه ده بيعدي بسرعه، وبتبقى الاولاد عاوزه تاكل. ربنا يخليهم يا رب. تمام. هحمر العيش واطلعه. تركت القهوه، كنت عامله قهوه، كنت بعمل قهوه. كنت عايزة أتكلم معاكم على موضوع البوتاجاز. لو تتذكروا أو حد فيكم يتذكر البوتاجاز اللي كان قبل كده، اللي هو قبل ده، كان 4 عيون، كان جايلي محروق. أنا اشتريته برضو في مستعمل، كان جاي محروق جدا. هكمل لكم تاني. المهم، طب هنعمل الدقة ازاي؟ طبعا لازم فتة يبقى فيه دقة. هحط توم وهحط كزبرة. الكزبرة هي روح زي ما قلت لكم الاكل، طعم بيدي طعم مختلف تماما. انا جربت الكبده والكبد والقوانص بدون كزبره، ما كانش ليها طعم. بالكزبره فرق تاني شاسع. هتحط الكزبره وهتفضلي تقلبي، وبعد كده هتطفيها بالخل. طبعا لان انا كنت معليه النار، فلازم اطفي على طول بالخل. هحط يعني قد ربع كوبايه، مش كتير زي ما انتم شايفين، وهزودها شوربه. طبعا انا بعدت عشان الدخان اللي هيجي على الكاميرا. بصوا.
اللي خلى لونها غامق هي التومة ما اتحرقتش، اللي خلى لونها غامق الكزبرة. بصوا ابتدي بقى تحط كده. الطعم حلو جدا على فكرة، وكان طعمها وريحتها حلوة جدا، ومش عارفة ليه الكاميرا مغمقة اللون، هي ما كانتش بنفس اللون ده. طيب هنعمل ايه في اللحمة؟ اللحمة هي بقى الاساس. هبتدي ان انا احط تومة، هحمر تومة ادوبك تدبل كده في الصينية. طبعا انا حاطة مادة دهنية، وهبتدي بقى ارص اللحمة. بص النار وهي بتعمل كده بنتي خافت. طبعا احنا ستات بيوت ما بنخافش من الحاجات دي، ربنا يقينا شر النار يا رب. كنت بكمل العيش طبعا تحميره على العين التانية. قرن الفلفل اللي انا حطيته كان خرافة. هبتدي بقى ان انا احمرها. بصوا هو مفروض ان لو وطيت اللحمة هتلزق، فهمتوا؟ تمام. طب ايه حكاية البوتاجاز بسرعة يا ايمي لحسن قربت تكب الاكل. بصوا بقى، كان عندي بوتاجاز مستعمل وكان بيولع من كل حتة، كان بيولع عند الزراير وكان بيولع من الجناب. التركية كمان حلوة ان انا احط ملح واحط فلفل اسود، هتدي اللحمة طعم تاني مع التوم، هيبقى طعمها مسكر. وفعلا كانت كمان تقيلة من كتر ما انا او شوية فلفل اسود حطيت توم وكده، كان طعمها حلو جدا. كان عندي بوتاجاز 4 عيون وكان بيولع في كل حتة. البوتاجاز ده كان مطلع عيني، كان اي عيل يعني او اي بنت كانت بتعمل شاي كانت بتبص تلاقي النار ولعت من كل جانب. رحنا جبنا حتى عشان يصلحوا. هبتدي بقى احط العيش. انا ما عملتش عيش كتير لاني بخاف العيال ما ياكلوهوش، وعدم تبصير للزيت وفي الغلاء اللي احنا فيها. احط الاول دقة خل، وبعد كده احط معلقه شوربه. يامي يامي، كان طعمها اقسم بالله. انا عاوزه اقول لكم انتوا هتشوفوا شكل الصينيه او شفتوها في اول الفيديو، هي اتنسفت بسم الله ما شاء الله. تمام. هبتدي احط الرز. المهم رحت لحد عشان يصلحه لانه هو ما كانش عاجبني، لانه كان عليه دهون. كنت جايباه من عند حد وجبت تاتش وجبت كل حاجه عشان ينضف ما نضفش، وكانت الدهون لازقه عليه. كنت بضطر ان انا اجيب ورق ألمونيوم او اي حاجه عشان احمي البوتاجاز، يعني من منظره اللي ما كانش عاجبني ابدا. فطبعا انتوا عارفين ورق الألمونيوم تكلفه على تكلفه. فالمهم رحت عملت ايه، قلت لجوزي شوف لنا ايه عند حد بوتاجاز مستعمل تاني بس يكون امان. طبعا هحط دقة الخل زي ما انتم شايفين، مش شوربة دي، دقة الخل. وفعلا ايه شكل البوتاجاز اللي انتوا شفتوه ده هو حلو. 5 عيون. صحيح قديم يعني مش جديد، يعني زي ما انتوا شايفينه، بس عاوز شوية ايه مش تنظيفات. انا منضفاه، يعني البتاع اللي بيبقى اللي زي البوهية ده اللي بيدي لون ابيض احطه مكان الحتت السوداء وخلاص كده. زي ما انتوا شايفين هرص عليها اللحمة زي ما انتوا شايفين. بس عاوزه اقول لكم اني ساعات هرص العيش، اني ساعات اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله، المستعمل بيبقى حلو. هتقولوا لي ما هو اتهلك، اقول لكم ماشي، ما هو اللي يبيعهولنا كان باشمهندس في الحاجات دي وصلحهولنا كويس وظبطهولنا. وكمان عاوزه اقول لكم ان الحاجه غاليه غاليه ولعت نار. يعني بوتاجاز زي دوت هتجيبيه ب30 40 ب30 35 الف جنيه، هتجيبيهم منين حتى لو قسط؟ القسط ذبح والله، يعني بياخد الضعف. بصوا الشكل في الاخر. اتمنى ان تكون عجبكم كده. عملنا العيد، جبنا العيد من اول تاني في بيتنا، فرحنا عيالنا وكان يوم حلو. يا رب ان اكون ضيفة مش تقيلة عليكم، يا رب الاكل يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.